لقطه تاريخيه من النادي الاهلي ونادي الزمالك. قبل بس ما نتكلم عن الموضوع، اتمنى ان كلنا نقرا الفاتحه لعمرو فاروق ونترحم عليه. نادي الزمالك ما نسيش حاجه زي كده، لان الكرسي اللي كان المفروض ان عمرو فاروق يبقى قاعد عليه حط عليه ورد. حركه في قمه الاحترام من نادي الزمالك. وعلى الزياره دي لازم كلنا نبقى عارفين كويس قوي ان طول عمر الاهلي والزمالك هيفضلوا في منافسه كبيره جدا، وطول عمر جمهور الاهلي هينكش في جمهور الزمالك، وجمهور الزمالك هينكش في جمهور الاهلي، ودي حاجه طبيعيه جدا في الكوره. ساعات الموضوع بيزيد عن حده شويه ويقلب لشويه نرفزه. يا جماعه اخر 10 سنين على الاقل الموضوع زاد عن حده بطريقه بشعه، واظن كلنا عارفين ايه سببها. وسبب الموضوع ده طلع عندنا جيل من الجماهير متعصب بشكل متخلف. يا جماعه مش عايزين ننسى ان شهداء الاهلي وشهداء الزمالك الاثنين كانوا رايحين يشجعوا كوره. طول عمر اي بيت في مصر هتلاقي فيه الاهلاوي وهتلاقي فيه الزملكاوي. ممكن توصل ان هم في ديربي القاهره ما يبقوش عايزين يتفرجوا على الماتش مع بعض. كلنا عارفين كويس قوي ان عشان الكوره ترجع بجد في مصر فهي محتاجه للجماهير الصح. ساعه ما كان جمهور الاهلي الحقيقي موجود وجمهور الزمالك الحقيقي موجود كانوا بينكشوا في بعض في كل ماتش، لكن لما كان الموضوع بيتعدى مرحله الكوره كان دايما بتلاقي ان جمهور الاهلي اللي بجد وجمهور الزمالك اللي بجد واقفين في ظهره. اتمنى ان الجيل الجديد يفهم ان دي مجرد كوره والموضوع مش محتاج يزيد عن كده. اخر كده ولا انا ولا انت هنبطل ننكش في بعض، ولكن كلنا عارفين كويس قوي ان في الاخر احنا بنقعد على نفس ده. ان شاء الله اجتماع زي ده حتى لو في ناس كتير شايف ان هو ملوش لازمه